اسم الحركي قابار شدادي. اسم الثلاثي عبود حميد الصالح. اسم الأب حميد. الاسم الأم هدلة. محل تاريخ الولادة العريشة 1998. القرية الحداج المدش، يعني 9 أخوان، معي التاسع و5 بنات. وبالحياة المدنية زراعة، قطن، حنطة، يعني رعي غنم، يعني فلاحة. عشام، سفر عشام، اخواني اهلي يعني سافروا عشام مشان الشغل العمل، يعني مشان قوة البيت. وما درست للصف الرابع، ما حبيت المدرسة، شوي مالي نفسي بالمدرسة، قمت اتجيت على الفلاحة وسراحة الغنم. عرفت الدراسة من الصف الرابع، يعني ما عرفت كل شيء، يعني فترة سارح، بعدين عاد انتقلنا على الجزيرة أنا وإخواني، انتقلنا على الجزيرة نشتغل يعني بحصاد كمون يعني عمال. وبعد عاد يعني بال 2016 بعدين عاد بعد ما رجعنا عاد انتسبنا انا واخوي بال 2000 بالحزب بال 2016 شهر الاول، بال 2016 شهر الاول طابور الشهيد ابراهيم مدني مع الرفاقين. اول ما يعني بال 2016 شهر الاول طابور الشهيد ابراهيم مدني انتسبت عاد. ويعني تقريبا احنا شغلت 3 انتسبنا مع قرايبنا، يعني تقريبا شغلت بين يعني من العمام بين ال 20 25 واحد، هي كلهم منتسبه للطابور هذا، يعني اول ما انتسبنا يعني. والصراحه انه يعني اكثر شيء انه عجبني بالحركه يعني التعاون مع بعض وروح رفاقيه وايد بيد. وبعد عاد كنا بالمستلمين باب الشبسهن 7 نقاط، لنا طابور 7 نقاط. يعني فترة وصار علينا هجوم بالشدادي، وكنا انا وشغلت 6 رفاق بنقطة العزابية بالشدادي، صار علينا هجوم بيها 3 دواعش هجموا علينا تقريبا، بس الساعة 9 الصبح فاتوا الدواعش علينا، احنا 6 رفاق، 4 تقبوا واحنا ضلينا، يعني كان ما فاتوا علينا. وفتنا عاد جتنا مؤازرة من الرفاق شغلت 20 تقريبا مع همر، وفتنا جو عليهم. وقتهم الفتنة الرفيق جدا فات بغرفة لحال، واحنا كملنا جو. وقتهم رجعنا الداعشي جاء عليه وفات وفجر حاله عليه. كان رفيق تشهد، يعني هذا أول يعني رفيق يعني يتصاوب معي، يعني لساني أول بداية يعني يتصاوب معي رفيق، يعني تحسه تجي له، يعني كان معه كنا سوية وكنا يعني نساعد بعضنا. وراح لنا رفيق، وتعرف يعني شغل 14 جيش جانا كل الا يعني صار يعني هجوم، فاتوا على المساكن جوا، يعني فجروا حالهم، يعني برفاق منهم تصاوبوا. انا جسمي تعبان منه شظاي، يعني اول زاد اللي اصابتين اني 3 زاد، لاني زدت علي قنبله الداعش وفجرت بي، يعني اسال الله من عنده انه. وبعد عاد رحنا حمله برا، ظليت 14 يوم ظليت حمله. بعد عاد كان اخواني ولد عمي متفاجئين اني قدامهم، كان لان اخوي ظل 3 شهور 4 شهور قدامي تا يجي. انا قلت يخاف انه خليه يرتاح. هناك انا رحت ورجعت هناك، وبكره ثاني خطبت يعني على يعني نيه الزواج، يعني حكيت من هنا ومشيت حمله من هنا، قلت يمكن ما ارجع، يعني وقت العرب شد الدرب هذا يمكن ما ارجع. بس كنت كل غايتي من ورا لان هالظلمه الدواعش وهاي كان ماشيين هذا الطريقه هذه. المهم ظلت 14 يوم ورجعت بخير وتجوزت. صار عندي بنيتين وولد. تصاوبت باب حمام بال 2000 ودخول بال 2018 دخول السنه الجديده تصاوبت انا. باب حمام طق علي لقم ارضي، رحت انا وابن عمي نفوت على غرفه كان بيها يعني تابعه للدواعش، وكان البيت الداعش الفجر بلقم الارض، بس مو ملحق موصل على اللقم الكبير وفجر بي اللقم سبعة تقريبا شغلت نص ساعة حتى طلعوني من حقل الألقام، يعني تقريبا يعني أقل شيء 10 ألقام، بس كل لقم هيك صغار.
فقع بي اللقم وظليت اني باروتي كبست على اللقم. انا بكيت خالص اشوف الدنيا ضباب. قمت اتحلب بابن عمي قلت بس خليني اطيب لك هاي. كان يمشي قدام سبحان الله كل اللقم جاي علي اني دستون. المهم ظلوا نص ساعة طلعوني ركبوني سيارة كيا كامل. فقع راحت ظل بس جلدة المشط الجلدة ظلت فورا فقعت. بعدين عاد ورحت على المشفى ساري وظليت تقريبا شوية 20 يوم. وهذا طرفي يعني خسرت تجري بس يعني ما مو حسافة بالعكس هاي لي يعني هاي لي يعني احتجت بيها يعني لأن خلاص أنا وقت مشيت الطريق هذا أعرف شنو وراه يا يعني النصر يا الشهادة يا اتصوب. ظليت تقريبا 25 يوم بعدين حتى نزلوني عاد على البيت. ما بفترة على النقطة هاي نقطة النهاية انفرزت. وبعد عاد دخلت دورة أكاديمية. دخلت عندنا العربي لغة عربية وكردي وسياسي وعندنا المرأة. المهم 4 شهور ضليت تعلمت كل هاي والحرب الخاصة وحرب الباردة. وبعدها عاد ما بفترة زاد رحت دورة فالس الشهيدة سارة 45 يوم. فكر القائد وحقوق المرأة وأهمية الجرحى ودفاع عن الشعب ودفاع عن المشروع والمشروع أمة الديمقراطية. يعني تعلمت كثير التعاون كأيد وحدة ما بيفرق بين الرفيقات أو الرفيقات كله بإيد وحدة. يعني مثلا ما بيفرق بين هذا شاب ولا هذا بنت لا ما في كنا يعني كسلاح واحد ويد وحدة للعدو نصد العدو. زاد نفس الدورة دخلتها ما بتقريبا صار لي جاي عليها تقريبا صار لي شهر. وعندنا المرأة والسياسة والحرب الثورية ودفاع عن الشعب. يعني تعلمت منها كثير الدورة. حتى حضرت فيلم مقاومة السجون أحد من الرفاق ما أتذكر اسمه قالوا إذا القائد انسجن الحزب ما راح احنا الحزب. ولو مقول القائد عبد الله وجلان بكتابه بس ما ذكر اللي يريد الحزب يدخل بالحزب بس اللي يدخل بالحزب لا يخربه. وإذا إنك حبك تدخل بالحزب ادخل بس إنك لا تخربه. وإذا إنك تريد تخربه لا تدخل به. يعني تأخذ منه يعني إرادة مثل ساعة من الشهداء يعني تأخذ منه عبر يعني لقدام. الأرض مو سايبة هي أرضنا إحنا دافع عنها. يعني حتى إذا صوبنا بالعكس يعني حتى بمقول القائد بواحد من الرفاق ما أتذكر اسمه يعني لأني ما أتذكر أساميهم كان تصاوب. جاء القائد عبد الله وجلال علي جاب له كتاب قالوا أنت صحيح تصاوبت بس مهمتك لسه ما خلصت. علم الرفاق انطاه كتاب قال علم الرفاق وأنت بالفراش. قام سوى هو يعني 7 كوادر 8 كوادر حاولوا وهو يعلمهم. يعني المعنى انه معنى كلامي انه بدأت تصاوبت بالعكس لازم انت تتقدم ما توقف على وقفتك هاي تكمل لانه لسه يعني احنا مشروعنا صحيح يعني الساعة كله مخلوط يعني مندمجة مع بعض. عندك عربي سرياني كردي اشوري يعني كل مكونات يد وحده ما بيتفرق بين هذا وبين هذا بين صغير وبين هذا. ليش؟ لان كنا يعني سايحين يعني لابسين بدله واحده وسلاح واحد. اول حمله هي رحت بها حمله الرقه. ما اتذكر اي تاريخ والله بس اعرف مشيت انا بحمله الرقه. شغلت 7 رفاق يعني مع القومتان 7 6 ومع القومتان 7
ما بالمستشفى مشينا بالليل. تعرف ليش؟ مشان ما مشينا كله بالليل. على المهم جاتنا تكمل من مستلم التكميلات انه قد قدموا ثبتوا نقطه. مشى جروب الصادريه جدا ونحن وراه. فتنا تقريبا من بيت الا ما ثبتنا نقطه. شهد 7 احنا. وظلينا تقريبا يعني اول نهار وثاني نهار ولقينا صعوبات الصراحه. كل ما تعد شوي يعني شوف جثث الدواعش وشوف شلون القام وشوف شلون مثل بده يلزمك مثل تجيب له ستيك يصوحون على القبضه رفاق يلزموا له ستيك يجي ياخذ. نتعنى 2 أو 3 يعني واحد يكون احتياط لا سمح الله يصير علينا هجوم يغطي علينا. يعني ضلينا تقريبا الرابع الخامس سوينا قبل النقطه مثل يعني غرفه صغيره مشي لو يضربون مو يجي هاون او طياره تصور خاف انه ياخذ مكان يضربونا من ليش؟ من الطياره تصورنا تبعت الدواعش. صار تسلل داعشي كنا بالطريقه بس الساعه 8 مساء 9 8 ونص 9 صار تسلل تعدي على برفاق قدامنا ما يبعدون عنا كثير ثابتين بنقطه يتعدى عليهم. قام الرفيق شافه وقام ثبت حاله فوق الغرفه وانبسطوا طلقتين يعني قاسوا قام انهزم الداعشي. ثاني نهار زاد نفسه ثاني نهار صار الدرقة عند الباب يعني نفسه الداعشي يعني قام تعرف شنو النقطة بس كشفت حالك تعرف حالك انه بدك تتشتل لانه شلون احنا نثبت بالليل مشينا بالليل يعني ما نعرف شنو قدامنا يعني بكون نص الدواعش بكون قدامنا ورانا يعني ما نقدر نسوي بس سوينا صوت نروح بيها يعني الرفاق قدامنا نقدر نقاومهم. جانا يعني جروب التبديل وعند ما جاء جروب التبديل والداعش اللي ضربوا الرفيق اللي لقيناه مقتول جدا بعيد عن نقطتنا شغلت 10 امتار عن نقطتنا لقينا يفوت على الجو على الرفاق بس احنا يعني لقينا الصبح ميت. بعد عاد ما بشغلت فتره وتجوزت وبعد عاد رحت حاملت ابو حمام هي زاد مريت بيها شوي مراره شوي بيها. ثبتنا ثار وقتهم ثبتنا ثار بيجي وانا دواعش بس مو حاسين بينا. ثبتنا قوات ابو صالح 7 ومشينا احنا ضلوا معانا رجال 7 من قوات ابو صالح ومشينا معاهم. واحد من جروب الصادريه من طابوري تصاوب قدامي معه ابن عمي مع ولد مع رفاقي 5 كلهم تصاوبوا. ظلت الا الساقان يعني كلهم تصاوبوا. هاي اول صدمه هاي صدمتين. هاي ثاني صدمه انه ضربه حشوه قاذف تقريبا احنا بينا 14 15 واحد ما طلع منا تقريبا يا 4 يا 5 اما الباقي كله يعني جرحى وبمنهم 3 خطره الا عن الشام سفر. ليش؟ لانه حالتهم خطره لانه الضربه جت بيهم الحائط جت بيهم. بعدها عاد من خسرت جروبي الاول ما ظلي نفسي اروح على الجبهه يعني 5 رفاق كانوا معاي وراحوا قدامي يعني شويه النفسيه تحطمت يعني ما ظل لي اني امل اقدم. جاء قوم ثاني اسمه الله يرحمه بالسوداء قال لي بدك تفوت قلت له تراني جروبي راح يعني جروبي اللي كان معايا متصاوب كله ما اقدر افوت انه كلها بدك تفوت قلت له اجاب. فوتونا بعد منصب حمام يعني كل يعني قدامنا احنا قدامنا 5 نقاط ورانا 5 واحنا بالنص. كل يوم كل ليله تقدم النقاط بس بي تسلل دواعش. المهم طلعنا عاد نمشي جانا من جروب الدير تنمشط البيوت اللي حوالينا من الألقام كان بيت تابع للدواعش هناك ثار ملقم الأرض وفقع بي اللغم صرت يعني الصراحة بعد ضليت يعني بالمشفى تغيرت علي شوية الأوضاع. صرت أنظر لجري يعني ساعة أفرح ساعات أزعل حتى قدام أهلي أقوي حالي بس يروحون أقوم يعني تخنق العبرة أو ينكسر حيلي أو كان يعني مثل يعني خلاص أنت خسرت الشغلة من جسمك. يوم من الأيام بدأ مثلا يعيروا لك بيها أو كذا يقول أنت خلاص أنت أسع بهالوضع هذا بيعانى بتعيرك بجرحك هذا. أنا بالعكس لا لي الفخر أنا كنت مصوب لي الفخر هذا الله كتب لي ولي الفخر وكنت مصوت بين رفاقي لي الفخر
وقت ما قاتلت معاهم وكذا يعني الواحد يحس يعني بأمل بالحياة، وإذا ما بأمل معناته ما الحياة ما يسوى عليها. أما وقت ما تصوت ما توقف عليها إصابتنا، ما نوقف عليه، لا بالعكس نقدم على النصر. دورة بأكاديمية ظليت 18 يوم تعليم بيكسي وبارودة والقام، كشف الألقام وزقزاك وكيف يعني تكشف اللغم، وكيف مثلا تفوت على غرفة تلاقي بيها لغم وتطالع حالك، يعني إذا تشوف لغم ليزر تكون شلون تريد توقفه بشوالة أو كذا، يعني شلون تريد مثلا تعدي من القام، شلون تريد تصعد رفيقك وإذا تصاوب، أو شلون تريد تحمل وقت ما يتصاوب. يعني هذه الناحية تعلمنا أكثر شيء عن سلاح وعن فكر القائد، لأن انطونا بالدورة انطونا أكاديمية عن فكر القائد، شلون مقاومته، شلون وقت بلش يعني مسيرته مشان الشعب مشان القضية. عاد صار لي يعني فضول أكثر أتعمق إنه هاي وقت ما تصاوبت تعمقت أكثر، وقت تعلمت يعني الفضل للحزب، يعني تعلمت يعني العلم من عندهم. يعني أول ما بلشنا بالدورة علمونا يعني تحافظ على عملك، يعني مثلا كمثل يعني البقية تحافظ عليها، يعني يوم من الأيام بدك مثلا تنقطع أو كذا يعني تقدرها، يعني مثل ما جعت يعني شلون كمعنى. ثاني شيء النقد والنقد الذاتي، بنقد يعني يقول نقد بناء وبنقد هدام. البناء يعني تبني رفيقك، تبنيه للطريق الصحيح، لا بالعكس انت وقت انت مرايه له رفيقك. هذا النقد والنقد الذاتي، يعني كل شيء بقلبك تسولفه، يعني وقت خاص انت مثلا انت نقدت الرفيق مشان تعدله، يعني مشان وقت من ايام يحطها بجيبه، يعني هالنقد انه جاي هذا من رفيقي انا سويت كذا لازم اتعدل خلاص، يعني ما اعيدها. عن حقوق المرأة وعن العائلة وعن الفكر القائد وعن الشهيدة فالبي ريتان. أكثر شيء إنه تعمقنا بفكر القائد. فكر القائد من ناحيته أول ناحية شيء أكثر شيء انطى للمرأة أهمية، لأن المرأة كانت مهمشة من ناحية المجتمعات كلها، يعني زاد الرفيقات اللي يعني رفيقات يعني بي مخلوطة بسريان وبكذا، بس تاخذ يعني منهن، يعني وقت ما أنت رفيقة تنطيك محاضرة لك الفخر، رفيقة أو مدنية وكذا، يعني شلون أقول لك إياها، هاي يعني معجزة. يعني وقت ما تشوف رفيقة قدامك تنطيك محاضرة وتنطيك يعني شيء فخر، بالعكس وقت ما تنطيك رفيقة يعني مشان أجيال قادمة، مشان رفاق وقت ما تاخذ تعلم الوراها وجدان. هو كمعنى انك خلاص من تصوبت انت مو انتهيت، لا بالعكس انت تزود جسارة وتصميم وقوة، ما تخاف، بالعكس هاي لك فخر وسام لأنك أنت قدمتها، ومن قدمتها ما تروح هباء مثول، يعني هباء تروح، لا بالعكس أنت وقت ما سويت هاي اللي يجي له وراك يعرفونك أنت وقت ما سويت قدمت. يعني كنت أفتخر، يعني يصير لي شلون وقت كل يوم أخذ درس يصير له واحد يعني حب القراية، وأكثر شيء يبحث عن الحقيقة، يبحث عن مثلا يعني يسألك مثلا وقت تقرأ كتاب القائد تلقى الجوابات، تعرف شنو يعني تميز تعرف انه خلاص علمك شنو الحرب الباردة، وعلمك شنو الحرب الخاصة، وعلمك شنو هذا وشنو هذا، علمك يعني ما بيت يعني يخليك يعني يخليك شلون اريد اوضح لك اياها، يعني يدليش على الطريقة الصحيحة اللي يعني قصد اللي يحطها بفكره ويرجعها عرف انه فكره القائد صحيح. ليش؟ لانه طلع على يعني امه واحد، الامه كلها، يعني شاف بي ظلم، شاف بيه يعني عنده يعني ظلم الدواعش، يعني ما يعني كلها وقفت معه، يعني كلها يعني تجهد، لانه شافت يعني فرق بين هذا وبين هذا.
فرق إنه بإنسانية، برحمة بيناتهم، بتعاون، ما أبي تفرق بين عربي أو كردي أو سوريان، كلها واحد.